السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل وصفة جميلة جدا وهو عصير شاي ولذيذ ومفيد في نفس الوقت. هنحتاج 4 كوبايات حليب، نص كيلو فراولة، كيلو جوافة. انا هحط على العصير عشان يزيدوا قيمة غذائية ويبقى صحي اكتر، هحط عسل بدل السكر، وده حسب رغبتكم انتم. اذا عايزين تحطوا سكر بدل العسل براحتكم. دي المكونات قدامكم وهنبدأ دلوقتي نعملها. دلوقتي حبايبي جبنا الخلاط، هنحط الجوافة، هنحط فراولة، هنخلطه على مرحلتين علشان هنصفيه. هنحط من الأربع دي مقدار الكوباية اللي أنا عايرت فيها اللبن، هما 4 كوبايات على نص كيلو فراولة وكيلو جوافة. دي الكوباية التانية، وهنخلط وبعدين نكمل بقية المكونات. حبايبي زي ما انتم شايفين كده عصرناه شوية، هنكمل بقية الجوافة والفراولة. هنحط كوباية حليب، زي ما انتم شايفين كده، وهنخلط. حبايبي بعد ما خلطناه هنصفيه زي ما انتم شايفين كده، علشان بعد كده هنكمل بقية الحليب اللي ما حطيناهوش. هنحط بقية الحليب اللي احنا ما كملناهوش عشان يخفف من تقل العصير. حبايبي بعد ما صفينا نص العصير هنحط بقية الحليب عشان يخفف من تقل العصير، وهنخلطه تاني. وهصفيه وهنشوفه مع بعض. حبايبي ده العصير بعد ما خلطناه وصفيناه هنصبه في الكوبايات. ده شكله شايفينه. حبايبي العصير بعد ما صبيناه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وحطينا عليه توت بري عشان يزيدوا كمان قيمة غذائية اكتر. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة.